السلام عليكم البنات. اليوم فيديو جديد من قناه ديالي سميره ام حسام. اليوم كيف كتشوفوا غنتقاسم معكم هاد الدانون منزلي اللي كيجي رائع وعاقد، ما فيه لا تعقيدات لا كوكوط لا سخن الماء لا حتى شي حاجه. كيف ما شفتوا هذا هو لا تكستور ديالو، هنا باقي كاع مبرد. هنا غندوز معكم المقادير وطريقه التحضير. غادي ناخذ اطر ديال الحليب، نص سطر الاول وغنزيد نص سطر الثاني. اللي بغى يضاعف الكميه يضاعفها. نتوما غتشوفوا هاد المقادير شحال خرجت ليا. هنا درت 4 المعالق ديال السنيده، رشتوني درت جوج في جوج. النسبه ديال الحلاوه كتبقى اختياريه لكل اخت وكل سيده دير اللي بغات. غادي ندير واحد الساشيه ديال الفاني وغنخلط مزيان حتى تنسجم دوك المكونات، ما نديرهمش فوق البوطه ديريكت، يعني داك سنيده مع الفاني مع الحليب، ونديرهم فوق البوطه الى درجه الغليان، يعني يفيض الحليب. نتوما كتشوفوا الدخان صافي يفيض الحليب كيف ما كنقولوا. وغنحطوه في البلون طرافاي اولا في اي بلاصه حتى دابا هو باقي كيف ما كتشوفوا سخون. هاد الدخان اللي كتشوفوا ما غاديش نقدر ندير صبعي. الا درتوا صبعكم وتحركتوا عرفوا انكم باقي ما خصكمش تكملوا الخدمه. اون فوا ندير صبعي فحال هكا ونقدر نديرو في الحليب، الدخان باقي طالع، الدفا باقي كاين، ولكن نقصت درجه الحراره او لا هبطات. هنا كنضيف واحد الياغورت اللي يكون عاقد. يستحسن ان ما لقيتش الاخر اللي فيه العادي يعني ديال الفانيل كيكون فيه واحد الماء، هذاك الماء كيفيدنا في الاختمار ديال هاد الدانون. ما كانش انا درت هذا ولكن حتى هو راه خدام. صافي غادي نضيف هاد الياغورت فقط. هادو هما المكونات. غادي نخلط بواحد الفوي حتى تنسجم ليا داك الحليب مع داك يعني مع داك دانون اولا الياغورت مزيان. شوفوا راه الدخان باقي طالع كما قلت لكم، ولكن غير الجهد اللي ديروا صبعكم وتحسوا به ما حرككمش. صافي هنا غادي ناخذ الكؤوس ديالي. انا عطاني هاد 4 الكيسان وزدت 2 اخرين. غناخذ واحد الصفايه لان كتكون ديك الفراره ديال الحليب كما كنقولوا، ولا دوك الخيوط اولا نتوما كتشوفوا الصفايه كتبقى فيها. من الاحسن اننا باش يجينا كتجينا واحد الملمس ناعم في هاد الياغورت اولا هاد الراي بلدي كيف ما بغيتو تسميوه سميوه. المهم هو دانون منزلي اولا ياغورت منزلي اولا كاين اللي كيقول ليه راي بلدي على حسب. غادي ناخذ كما قلت لكم الصفايه وغادي نقسمو بالتساوي. هنا خرج هاد الربعه وغادي نزيد واحد جوج اخرين كما قلت لكم. بغيتو تعمروا كيسان كبار، الا كانوا صغار يقدر يخرج لكم حتى اكثر. الا كانوا صغار من هادو راه ما شاء الله هازين. درت هاد الشكيل هذا حتى هو، هاد الكويسات بهذا الشكل هذا. غنحاول نبقى نفرق بالتساوي باش ما نضيع حتى شي واحد فيهم. القياس اللي درت انا كنديرو هنا حتى غادي نكمل الكميه. يعني شوفوا نصف لتر الحليب شحال خرج لينا. وهادو اللي عمرت الاولين راه ما شاء الله كبار وعامرين. شفتوا الصفايه شنو بقى فيها؟ داكشي علاش يستحسن اننا نخدموا الصفايه. صافي هنا مني كملتهم كيف ما كتشوفوا. انا خدامه هنا بالليل، يعني وجدته بالليل باش يوجد ليا العغد. غادي ناخذ السلوفان اولا بلاستيكه وغنغطي عليه، هو باقي دافي باش داك الدفا كيرجع عليه هو اللي كيخمرو. غادي نحاول نغلفو مزيان. المهم تحطوه في بلاطو ولا في اي حاجه كيبقى لكم الاختيار. انا حطيته في كانت قريبه ليا هاد الطاوه هذه ديال الفران. صافي غنغطيهم مزيان. غنحاول عاوتاني نعاود ندور ندير السلوفان باش هكا كنخلي ديك السخونيه وداك الدفا كما قلت لكم يرجع عليهم وهكا يختمروا. كما قلت لكم في بدايه الفيديو كاينين طرق كديروهم في الكوكوط، كديروا عليهم الماء غليان او لا. المهم بزاف ديال الطرق. هذا بطريقه شويه مبسطه وسهله، ماشي شويه بالاحرى انا جاتني سهله، نتوما غتجربوها. غنغطي بواحد الفويطه وغادي نزيد ندير واحد الفوطه اخرى، يا اما مانطه يا اما فوطه باش يرجع لي ديك السخونيه ويخمر. صافي هنا غادي ناخذ وغادي نحطو في واحد البلاصه اللي هي دافيه. دابا هذا كما قلت لكم عفوا هذا الليل انا خدامه بالليل. صافي الغد ليه منين تقريبا نقولوا ديك 12 تقريبا، ما عقلتش انا خدمته في الليل. الغد ليه مع ديك 12 د النهار. ها نتوما كتشوفوا غطى عريت لي على وجهه. هانتوما غتشوفوا لا تيكستور ديالو باقي ما تحطش هنا في الثلاجه. هنا قدامكم حليت ليه السلوفان بالطريقه باش شفتوني غطيته في الاول باش ما تقولوش لا راه يمكن تحط في الثلاجه ولا الا دققتوا راه الطريقه باش سديت عليه باش كنحل عليه. وهانتوما غتشوفوا انه شاد القوام ديالو ليس، يعني واحد الملمس ناعم وشاد في راسو.
ها نتوما شوفوا انا غنجرب معكم الاول وغنجرب معكم الثاني. هنا باقي كاع ما برد، ها نتوما غتشوفوا القوام ديالو كيفاش داير. هنا صراحه غادي يوريكم كما قلت لكم النجاح الوصفه. انا غنقلب الكاس، شوفوا كيفاش شاد فراسو، باقي ما تحط في الثلاجه ما حتى شي حاجه. هانتوما انا غادي نعاود نقلب، كنحاول نخلي لكم شي حوايج اللي هي تفاصيل اللي هي زعما مفصله تفاصيل مفصله ومفصله على حقها وطريقه باش كتشوفوا الوصفه قدامكم وما تكذبوش تقولوا يمكن كما قلت لكم تحط في الثلاجه قبل. هذا باقي ما برد ما والو، شوف واحد الملمس ناعم وشاد فراسو، قابض فراسو، ما كيطيح ما كيتزعزع ما حتى شي حاجه، ما فيش داك تحرحيره كما كنقولوا. انا غنوريكم واحد اخر، هادو هما القياس، هذا واحد اخر راه خالفتهم، هذاك اللي كان هنا هو اللي هنا واللي كان هنا هو اللي ما بانتش اللقطه انني وريتكم الكاس الاخر اولا الفيغين الاخر. من بعد هنا منين وريتكم لا تيكستور ديالو صافي في هذه اللحظه هذه غتحطوهم في الثلاجه لان كيكون دافي، كيرجع كيكون عليه داك الدفا ديال الليله كامله اوتوماتيكمون كيكون دافي، ما غاديش يعجبنا في الماكله. صافي حطيتهم في الثلاجه بردوا حتى وصل الوقيته اللي غنستعملوهم وجبدناهم من الثلاجه. غتشوفوا الشكل ديالهم من بعد. ما فيهم لا تماره كيف ما قلت لكم، لا الماء طيب، لا دخل هنا خرج هنا، كتغطيهم كتعطيهم اتساع وكتخليهم يخمروا. هنا حاولت انني نخلي لكم فحال هاد التفاصيل كيف ما قلت لكم باش تشوفوا كل شيء على عينيكم. ها هما مشقلبين شادين في راسهم شادين تيقارهم. ها هو الفيديو كنصوروا لكم بكل الاريحيه، ما طاح ما تزعزع ما حتى شي حاجه، قابض في راسو. هنا هاد اللقطه هذه من بعد ما بردوا، هادوك اللي شفتوا في الاولى في ديك الطاوه الكحله كانوا يلا حيت لهم السلوفان، ومع ذلك شفتوا كيف ما قلت لكم القوام ديالهم انهم قابطين في راسهم. انا كنحرك وكنعاود نقلب وكنعاود نحرك وكنعاود نقلب باش كتشوفوا نجاح الوصفه. من اسهل ما يكون، يعني تطلق لينا لتحليات رمضان اولا السحور ولا بلا رمضان الوليدات كنبغيو نصايبوا لهم شي حاجه هكا منزليه ديال الدار. كنعاود نوريكم. والجميل فيه والرائع انه ماشي داك اللي كيكون داير داك الخيط كما قلت لكم محرحر غير مع راسو. هنا غنحاول نبدل لكم هاد الكيسان ونوريكم الاخرين، حيت كاين اللي غيقول لك هادو يمكن شادين في راسهم وهادو لا. هانتوما شوفوا هادو حتى هما كنقلبهم بكل اريحيه. غنحط عاوتاني المهم وليت دايره لكم هنايا الالعاب البهلوانيه. حاولت نوريكم التفاصيل ديال الوصفه. هانتوما شفتوا كيفاش شاد في راسو بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه. جربوا بهذه الطريقه وصدقوني غادي يعجبكم. كما قلت لكم في بدايه الوصفه ما فيش تعقيدات، وحاولوا يعني تاخذوا المراحل اللي عطيتكم بالتفصيل. يعني الحليب ما ديروش فيه دانون هو سخون وما تخليوش حتى يبرد، هكا غتنجح لكم الوصفه. القياس ديال السكر كيبقى لكم الاختيار، ساشيه الفاني ديال الزهر كتبقى على الاختيار. وهنا غادي نقول لكم الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله. نتمنى الفكره تكون عجباتكم والى اللقاء.